الصحفي والناقد الرياضي عادل كرايم في سبورت بريك على راديو رسالة. بنرحب بيك يا أستاذ عادل. اهلا بيك يا حسام، اهلا بيك واهلا بكل المستمعين. عايزين يعني الأول نعرف إن يعني المستمعين من هو عادل كرايم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش عايز اتكلم عن نفسي، يعني انا راجل طبيب خريج كليه طب عين شمس سنه 2000. بهوى الاعلام من ايام في الدراسه. بدات يمكن العمل في بعض المواقع اعتبارا من سنه 2002 او 2003. ثم اشتغلت في جريده شو سنه 2008 لغايه يمكن ما هي قفلت بعد الثوره الجريده. اشتغلت في الموقع الرسمي للنادي الاهلي سنتين وتركته، وبعد كده حاليا مراسل الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي ومحرر ايضا ماسك القسم الرياضه العالميه في جريده الصباح. وعملت في بعض القنوات الفضائيه، يعني اشتغلت في قناه ميلودي فتره، واشتغلت في قناه مودرن فتره، والحمد لله. ربنا يكرمك ان شاء الله. وبخصوص انت قلت ان انت كنت ماسك موقع النادي الاهلي الرسمي او كنت شغال فيه، يعني عادل وهو تعامل مع النادي الاهلي، رأيه في الطريقة اللي راح بها الكابتن حسام البدري وهذا اللوج الإعلامي الخطير اللي على الكابتن حسام؟ يعني الكابتن حسام كان من شهور كان أعظم مدرب في مصر، الآن الخائن الذي باع الذي وحضرتك متابع طبعا، شايف الطريقة وشايف اللوج اللي حصل عليه ده. بص يا حسام، هو مشكلتنا احنا لسه ما وصلناش للاحترافيه الكامله يمكن في الاعلام. يعني دايما احنا بنعلي قوي زياده عن اللزوم، وبعدين بننزل قوي زياده عن اللزوم، ده في كل القضايا تقريبا يعني. كابتن حسام يمكن انا شايف مشكلته الرئيسيه في الموضوع ان هو يمكن اتسال عن العرض ده اول ما انتشر الحوار ده، ان هو احتمال يروح نادي اهلي طرابلس، وهو نفى. بل بالعكس، يمكن بعض اللاعبين في النادي حتى لو سالتهم يقولوا لك، اللي بيتابعوا اخبار النادي الاهلي هيقول لك ان هو كمان سخر من العرض او سخر من الكلام، وقال ان هو في نادي في عربي هيدفع $1 مليون في السنه، وهو ليبيا فيها فلوس او كوره عشان اروح في الوقت ده. فيمكن هو ده اللي عمل الازمه، يعني فكره ان سخريه كابتن حسام، او اللي هو يعني تسفيهه من الكلام لما الناس سالته، حتى لجنه الكوره لما سالته هو نفى الكلام تماما. يمكن هو ده اللي عمل الازمه. يعني لو كابتن حسام من البدايه برضو، يعني كنت لسه بقول لك احنا عندنا مشكله في التعامل الاحترافي، مش بس الاعلام، يعني حتى كمان عناصر المنظومه كلها. يعني انا شايف يعني الموضوع كان طبيعي جدا ان كابتن حسام من الاول قال انا جاي لي عرض من المكان الفلاني وانا بفكر فيه، ما كانش حصلت مشكله. يعني ده طبيعي، ده بيحصل في كل الدنيا. يعني شفنا جوارديولا يمكن بتاع هو رايح بقى نخو فيه، وراجل موجود شغال وما حصلش اي مشكله. راجل قبل نص الموسم ما ينتهي كمان، يعني بالظبط كده بالظبط. بيتقال دايما يعني ديفيد مويس اعلن عن ان هو يمسك مانشستر يونايتد بعد السير اليكس فيرجسون، والدوري شغال وايفرتون موجود وينافس على التاهل للدوري الاوروبي. فالمواضيع الشفافيه والوضوح بيبقى كويس جدا. انما في كل حاجه زي ما المشكله ان احنا بنبالغ في كل حاجه. يعني كابتن حسام طبعا عمل انجاز كبير جدا بالفوز بدوري ابطال افريقيا، لكن احنا صورناه ان هو يعني خلاص ممكن يدرب برشلونه او ريال مدريد. يعني بعد كده لما حصل الازمه دي ورايح ليبيا، بدأنا نصور ان هو لا، ده الراجل ده ما عملش حاجه ومالوش اي فضل في الانجاز ده، وان الاهلي صنع نجومه، يعني مش اللي هو بالظبط. يعني خلينا نقول ان الاهلي بيصنع نجوم دي ما يعني هي اللي تصنع نجوم في كل الدنيا، مش في مصر بس. انما زي ما بقول لك احنا عشان بالغنا قوي في التمجيد، فبقينا بنبالغ قوي في التقليل، ولا ده مطلوب ولا ده مطلوب. يعني الموضوع بسيط جدا. الراجل جاله عرض، شاف ان مصلحته هناك، فخد بعضه ومشي خلاص. الموضوع شايف ان الموضوع بالظبط. يعني لو كانت يعني برضه انا بغلط كابتن حسام في الموضوع ده، لان هو لو تعامل مع الموضوع بسلاسه من الاول كان الموضوع انتهى ببساطه. طبعا. يعني استاذ عادل، شفنا ان يعني كابتن محمد يوسف هو من تولى المسؤوليه في النادي الاهلي، شايف انه قادر على تكمله المشوار لنهايه الموسم، ام انه هيكون بعد ماتشين طبعا من لعبهم، ولا هيبقى في تعثرات للكابتن محمد يوسف؟ برضه مش عايزين نستبق الاحداث، وزي ما كنت لسه بقول لك ان نكبر الموضوع قوي. محمد يوسف عنده ميزه كبيره جدا، ان هو راجل قريب جدا من اللعيبه بتحبه قوي. هو تعاملاته، حتى يمكن انا كنت قربت من الاهلي فتره، يمكن في رحلتين، سواء في رحله تونس او رحله اليابان اللي هو الماتش الترجي النهائي، ثم كاس العالم للانديه، كنت موجود مع الفرقه في الرحلتين. فانا كنت شايف كابتن محمد يوسف بيعامل اللعيبه ازاي واللعيبه بتعامله ازاي. يعني في حاله حب وود، يعني صداقه كده بينه وبين اللعيبه، فدي حاجه طبعا نفسيا مهمه جدا وكويسه جدا. فنيا لو حكمنا على كابتن يوسف هنظلمه. يعني لو احنا حكمنا عليه دلوقتي احنا اللي هنظلمه. محمد يوسف لغايه اقل من سنه فاتت كان نمره 3 في الجهاز، يعني كان المساعد الثالث بعد مستر وانو المدرب المساعد.
فكره ان انا احمله مره واحده المسؤوليه طبعا هو قرار شجاع منه ان هو قبل المسؤوليه. قرار شجاع من النادي الاهلي ان هو اداله المسؤوليه دي، لكن ان هل هيقدر يكمل ضغوط ولا لا، ده احنا كلام سابق لاوانه. هل النادي الاهلي نفسه بيفكر ان محمد يوسف هيكمل في دوري ابطال افريقيا ولا لا؟ برضه دي حاجه يعني يسال فيها النادي الاهلي. لان احنا لو فكرنا في الدوري، الاهلي خلاص خلص المباراتين الاولانيين، عنده راحه 12 يوم ما عندوش مباريات. عنده مباراه حرس الحدود ثم مباراه المحله انا اسف امبي ثم المحله المؤجله. بعد كده الدوري متوقف لمده شهر تقريبا عشان المنتخب، ارتباطات المنتخب. مع عوده الدوري هيبقى فاضل له مباراتين في الدور الثاني، ثم بعد كده هو ضمن خلاص التاهل للدوره النهائيه. المواعيد دي هتتداخل على طول في دوري ابطال افريقيا، لان دوري ابطال افريقيا مرحله المجموعات تبدا 16/7. فالنادي الاهلي لو هو ناوي يشوف مدرب تاني يبقى لازم بسرعه جدا في فتره التوقف الجايه دي يخلص الموضوع ده. لو هو ناوي يدي المسؤوليه لكابتن محمد يوسف يبقى لازم يعلن من دلوقتي انه بيدي المسؤوليه لمحمد يوسف عشان الناس تقف وراه. ف يعني هنلف ونرجع للنقطه الاولانيه اللي قلتها لك، عدم الشفافيه وعدم الوضوح. طب بالنسبه للشفافيه والوضوح، وانت كنت جدا قريب من زياره السيد مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الاهلي الاسبق، وكان في كلام انه هيرجع، وانت قريب منه جدا وقريب ايضا من الجهاز اللي كان مرافق معاه، هل فعلا هو حط شروط للعوده ولا الكلام ده ضجه اعلاميه يا استاذ عادل وما حصلش اصلا؟ لا هو فعلا يمكن زي ما انت قلت في الاخر، لا هي ضجه عالميه وما حصلش اصلا. لان مانويل جوزيه رحل باسباب معينه قالها قبل في تبريره لان هو عايز يمشي، ان هو مش معجب باللي بيحصل في البلد. طبعا انا بتكلم كرويا، انا ماليش دعوه بالسياسه. مش عاجبه فكره اللعب بدون جمهور، مش عاجبه فكره ان مفيش نظام، هو مش عارف الدوري السنه يعني. هو مانويل جوزيه يمكن راجل منظم زياده عن اللزوم، وده اللي كان بيعمله مشاكل كتير في مصر. هو عايز من دلوقتي يعرف الموسم الجاي فيه ايه. فطبعا احنا الحمد لله احنا مش عارفين الموسم ده فيه ايه لغايه دلوقتي، يعني احنا لغايه دلوقتي احنا اخر اسبوعين ما حطيناش مواعيدهم. هو شايف ان الظروف متشابهه، ما حصلش اي تغيير. هو زيارته كانت زي ما هو قال واعلن اكتر من مره. الحقيقه هو قال لي الكلام ده يمكن من المطار حتى ساعه اتقابلنا. هو جاي يزور اصدقائه، جاي يزور النادي الاهلي. الراجل مرتبط جدا بالنادي، بيحب الاهلي جدا وبيحب مصر جدا. انما الموضوع ما اتفتحش تماما، يعني هو الجلسه اللي عقدها مع مجلس الاداره او مع لجنه الكوره كان من باب الحب والموده والمعرفه. بالظبط كده. زائد يمكن اللي ما يخفاش على احد ان هو ليه طبعا مستحقات متاخره، فكان بيحاول يجدول الموضوع ده. طبعا انت كنت اتكلمت على الموضوع ده. طب هيفي رينارد، يعني هل هيفي رينارد وانت جلست معاه وهو متواجد الايام دي في مصر، وانت اظن انت قعدت معاه واتكلمت معاه، هل هيفي رينارد كمان هو في تصريح انت النهارده لقيته عندك ان هو قال ان هو هيجي في يوم من الايام يدرب النادي الاهلي؟ شايف ان التصريح ده ليه دلاله ان هيفي رينارد ممكن ان يعود للنادي الاهلي او يدرب النادي الاهلي؟ ما اعتقدش في الوقت الحالي، لان هو رينارد نفسه قال الكلام ده. انا مش هسيب زامبيا غير مع نهايه تصفيات كاس العالم. طبعا هيحصل نهايه تصفيات كاس العالم، المرحله اللي هي المجموعات بتخلص بالظبط كده. وبعد كده عندنا كمان في افريقيا في مرحله ثانيه اللي هي لو هو طلع اول مجموعه هيبقى في مرحله اللي هي الخروج المغلوب اللي هتأهل 5 فرق. هو قال انا مش هسيب زامبيا غير مع نهايه عقدي مع نهايه تصفيات كاس العالم. هو اللي قاله بالنص يمكن تكون قريت اللي انا كتبته، وقال ان انا في 2010 النادي الاهلي فاوضني وانا كنت مرحب جدا بالموضوع ده وكنت اتمنى ان انا ادرب الاهلي. انما هم بعد كده اختاروا عوده مانويل جوزيه لان هم كانوا شايفين الفرقه في مرحله انهيار محتاجه ان جوزيه يوقفه. وهو قال انا بشيد بالقرار ده لان ده قرار صحيح، لان هو ده اللي حصل فعلا، ان جوزيه قدر يوقف الفرقه تاني والنادي قدرت تفوز بالدوري في السنه دي، وبنى فرقه قدرت تفوز بكاس افريقيا السنه اللي فاتت. انما قال انا اتمنى ان انا في يوم من الايام اكون مدرب الاهلي، وحاسس ان انا في يوم من الايام هكون مدرب الاهلي. انما ده هيكون بعد نهايه علاقتي بزامبيا. لو الاهلي عرض عليا هوافق مباشره. طبعا. طب انت بقى حضرت ديل بوسكي، ويمكن ما فيش وسائل اعلام لغايه دلوقتي لسه سلطت الضوء على الزياره بشكل كامل او يعني اثارت الزياره وماذا قال ديل بوسكي. يعني عايزين نعرف ديل بوسكي قال ايه عن مصر، فعلا نصح برادلي ان احنا نعتمد على الاشبال. عايزينك تكلمنا عن زياره فينسنت ديل بوسكي الى مصر. تمام. هي الزياره كانت هي اساسا في مؤتمر كان شغال بقاله 3 ايام الاتحاد الافريقي لكره القدم عامله لكل مدربين منتخبات افريقيا والمديرين الاتحادات الافريقيه. ده بيحلل بطوله كاس الامم الافريقيه 2012 و2013. فكان كل المدربين موجودين. مستر ديل بوسكي كان هو ضيف شرف في الندوه دي، ووصل الصبح وجه النهارده القى محاضره في بدايه اليوم النهارده. ثم عمل مؤتمر صحفي بعد كده، كان معاه إيرفي بصفته مدرب زامبيا اللي فاز ب 2012. كان المفروض يكون ستيفن كيشي موجود، بس هو اضطر يسافر النهارده الصبح وما حضرش المؤتمر الصحفي النهارده. ديل بوسكي الحقيقه يمكن كان الناس اتكلمت عن المؤتمر الصحفي في بعض التفاصيل، انما ما حدش اتكلم عن المحاضره
اه اللي هو هي انا دي اللي اللي احنا قصدنا عليها، يعني هو قال بالظبط. ايه؟ المحاضره كانت علاقه للمدربين فقط، انما الحقيقه يعني انا شايف ان المحاضره دي لازم كل مدربي الكوره في مصر وفي افريقيا ويمكن في العالم كله يدرسوها. الراجل قال محاضره رائعه جدا 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 لاي مدرب. اه اللي حتى لدرجه ان كابتن شطه، انت عارف كابتن شطه هو مدير التطوير في الاتحاد الافريقي، طلب منه ان هو ياخد المحاضره ويوزعها على مدربين منتخبات افريقيا كلها. اه هو بدأ بكلمة صغيرة جدا عن مشواره كلاعب مع ريال مدريد، ثم تدريبه ريال مدريد وتدريبه بشكتاش ثم المنتخب الاسباني. ابتدى يتكلم عن مدربين الاسبان زي جوارديولا وزي بينيتيز وزي روبرتو مارتينيز اللي خد كاس انجلترا مع ويجن، ان هو ازاي بينجحوا في اسبانيا سواء في اسبانيا او بره اسبانيا. ابتدى يتكلم على عقلية التدريب الاسباني ومستوى التدريب، ثم بدأ يتكلم على بقى استراتيجيته هو في منتخب اسبانيا واستراتيجية الاتحاد الاسباني. حط نقط كده حواليك بالترتيب بقى للتخطيط، فلسفة اللعب، طريقة التدريب، اختيار اللعيبه واختيار الجهاز الفني، تمام، ازاي تضمن الانضباط في الفرقه، ازاي تحل المنازعات، ازاي تتواصل مع اللعيبه، ازاي تتواصل مع الاعلام، ازاي تحدد كابتن الفرقه، ازاي تحدد المهام بتاعه الفرقه، ازاي تحفز فرقتك، تمام. وكل ده قال في الاخر يعني كل ده كلمه السر كل ده البساطه، يعني كل الحاجات دي تحصل ببساطه. يعني قال مثلا ان انا عشان خاطر القاعده اللي بتبعها مع لعيبتي ان انا اقنعهم مش بفرض عليهم. يعني مش بديهم امر، انا لازم اقنعهم باللي بقوله لهم، تمام. قال ان الثقه المتبادله ده امر لازم يكون موجود بين المدرب واللعيبه عشان الفريق ينجح، لو ده ما حصلش الفريق مش هينجح. تمام. قال ان المدربين لازم يكونوا يحترموا كويس جدا موهبه لعيبتهم، يعني دي برضو كانت نقطه مهمه جدا. قال ان لازم تحترم موهبه اللعيب بتاعك، ما تقولوش لا، يعني ما تفرق، لا تديله حريه الابداع. بالظبط، سيبه يطلع موهبته. قال ان احد اسباب النجاح بتاعت منتخب اسبانيا او نجاحه هو سواء مع ريال مدريد او منتخب اسبانيا طريقه ان هو ازاي يحل المشاكل بين اللعيبه. قال الطريقه دي لازم تبقى فيها هدوء وصبر وناس تبقى فيها عنصر فكاهه، يعني لازم الموضوع يقلب على ضحك عشان خاطر نخرج من المشكله. تمام. طب ما عادل بدون قطع كلامك، يعني طب ما يجيبوه في ريال مدريد الايام دي يعمل فض نزاعات بين اللعيبه ومورينيو. الحقيقه هو اتسال السؤال ده في المؤتمر وقال انا مش عايز اتكلم عن مورينيو، مش عايز اتدخل في الموضوع. قال كثير زي بالظبط، بس انا مش عايز اتدخل في الموضوع، هم اضرب بعض. ولما اتقال ان انت طب لو اتعرض عليك ريال مدريد، قال لا انا مش هرجع تاني ريال مدريد، انا موجود مع منتخب اسبانيا، هقرر بعد كاس العالم اذا كنت هكمل مع المنتخب ولا لا، واذا ما كملتش مع منتخب اسبانيا. اتفضل كمل. يظهر ان احنا فقدنا استاذ عادل. انا سامعك، سامعني؟ اتفضل كمل يا فندم. تمام. كان بيتكلم عن العلاقه برضو بين المدربين والاعلام. قال ان لازم تبقى العلاقه متوازنه تماما، ان ولازم الاعلام يعرف كويس قوي ان في اسرار ما ينفعش نتكلم فيها. ولازم يعرف ان في وقت المدرب بيبقى عايز فيه يحتفظ بالصمت، يعني لازم الاعلام يفهم النقطه دي، ولازم المدرب برضه في الوقت نفسه يعمل علاقه متوازنه مع الاعلام. وهو يمكن ختم المحاضره بكلمه ظريفه قوي، قال دي واخدها من مايكل جوردن طبعا نجم كره السله الامريكي. قال ان الموهبه بتكسب مباراه، انما العمل الجماعي بيكسب بطوله. لا ده جملة كبيرة جدا، وبنشكرك جدا يا أستاذ عادل كرايم على هذا التشريف وعلى التغطية الجميلة جدا لمحاضرة فينسنت ديل بوسكي. وباخد من كلامك فعلا إن الجملة دي مفروض إن هذا يدرس للعالم كله وليس لحد بعينه. بنشكرك جدا يا أستاذ عادل. شكرا جزيلا ليك. بنشكر جدا أستاذ عادل كرايم الصحفي بجريدة الصباح، مراسل للاتحاد الأفريقي.